سيراميكا بطل كاس الرابطه على حساب طلائع الجيش. عايز اقول لك ان النسخه الاولى اللي كسبها مودرن سبورت، والنسخه الثانيه اللي كسبها سيراميكا كليوباترا. بص انا مش فارق معايا اصلا نهائي كاس الرابطه ده، لكن انا فارق معايا حاجتين وهقول لك الثالثه، بس كمل الفيديو. الحاجه الاولانيه ان الماتش يا جدعان كان بيدار بحكام اجانب. عايز تعرف يعني ايه حكام اجانب؟ الحكم ده هو اللي كان بيحكم نهائي كاس الرابطه دلوقتي بين سيراميكا وطلائع الجيش. المهم ان هو حكم اجنبي، انا ماليش دعوه مين اللي جايبه، اي نادي او الاتحاد المصري نفسه هو اللي جايبه عشان يعينه. المشكله بقى هنا ان النادي الاهلي لما بيطلب حكام اجانب علشان بينافس وعشان يحافظ على حقوقه بالنسبه للتحكيم، كلنا بنطلع نتهمه ويقول لك انت بتشكك في نزاهه التحكيم المصري، انت كده ما بتعترفش بالتحكيم المصري. فين بقى الناس المحنكه اللي هيطلعوا دلوقتي يتكلموا على ان الاتحاد هو اللي جايب حكام اجانب وما عندوش ثقه في الحكام المصريين ان هم يحكموا نهائي كاس الرابطه؟ ولا انتوا بس بتعرضوا وخلاص؟ ولا انتوا بس بتحاولوا تبتزوا الاهلي وخلاص باي حاجه او باي نوع من الانواع؟ انتوا مش مركزين غير مع الاهلي، انما حاجه بتحصل اهي مفيش دقر هيطلع يتكلم عليه. النقطه الثانيه بقى في حب صديق اجولا. صديق اجولا ده يا جدعان بتاع سيراميكا كليوباترا، انا مش عارف الاهلي عينه مش على اللاعب ده ازاي. يعني انا عايز اقول لك ان الاهلي مش فاضي اصلا عينه على لعيبه جامده قوي، بس ساعه ما بيجي يتعاقد معاهم بيتعمي او بيلبس نضاره قعر كوبايه، وفي الاخر الصفقات بتبوظ. طب ما قدامك صديق اجولا اهو، الولد جامد جدا، ولو لعب في الاهلي هيعمل لك فارق كبير قوي في مركزه. ما بتفكرش تجيب لاعب زي ده ليه؟ الحاجه الثالثه بقى ان خلاص اكتمل الضلع الرابع للسوبر المصري اللي هيقام في الامارات في نسخته الثانيه، اللي هو مكون من 4 فرق. انا عايز اقول لك ان السوبر المصري ده هيبقى بين بطل الكاس، بطل الدوري، بطل كاس الرابطه، والرابع هيتعين طبقا للمواصفات، وغالبا هيبقى نادي الزمالك. يعني هيبقى الاهلي، بيراميدز عشان وصيف الدوري، هيبقى بطل كاس الرابطه اللي هو سيراميكا كليوباترا، ونادي الزمالك. انا بالنسبه لي فرحان جدا ان الزمالك هيروح، اقسم بالله حتى لو هيروح مخالف لكل اللوائح، بس السوبر المصري هيكون فيه الاهلي والزمالك قوه ما بعدها قوه. بص انا اهلاوي بس ديت كلمه حق اقسم بالله. يعني انا بالنسبه لي يبقى معايا بيراميدز وسيراميكا ومش موجود الزمالك في بطوله كاس مصري او في بطوله محليه، امال انا هستمتع ازاي؟ بص الحق يقال، الزمالك بالنسبه لي اقوى بكتير من بيراميدز وسيراميكا اللي ما لهمش 30 اي لازمه كشعبيه جماهيريه. انا بالنسبه لي الزمالك وجوده هيفرق جامد في البطوله، واتمنى ان النهائي يكون بين اهلي وزمالك، لان في البطولات ديت لما نكون بنلعبها بره ما فيش غير الاهلي والزمالك بس هم اللي هيعملوا مستوى يليق بالكره المصريه.